احنا المشاكلكم مش نحكي لكم مشكله الجمعه هذيا. باهي ركزوا، هذا بس كلكم عانيتوا منها المشكله هذيا. انا مصدومه في صديقتي اللي نصحتني، فما عبيد ما نحكيش معاهم، ولكن سبحان الله بعد فتره لقيتها هي ولات صاحبتهم وصديقتهم ومقربه. كي سالتها علاش ما عادش، علاش وصيتني انا باش ما نكونش صحاب معاهم وانت صحاب معاهم، قالت لي مصالح وعلاقات ودرا شنيا. دونك عطاتها دي غيزون، دخلتها منها خرجتها منها، اللي نفهموه اللي هي كانت منافقه نوعا ما مع الناس هذوكا، والا معاها هي نصحتها باش ما تحكيش مع العباد هذوكا، ولات هي صاحبتهم. فراح قابلت ناس من النوع هذا اللي تجي تقول لك هذاك ما تحكيش معاه، هذاك انسان خايب، ومن بعد تلقاه معناها معاه وصديق وكل. فما اللي يجي كما قلت انت توا، يجي يقول لك العبد هذاك ما تحكيش معاه، ولا العبد هذاك خايب، وتلقاه هو هكا مع بعضهم، ولا يحكي عليك انت في ظاهرك وفي وجهك مش نورمال، ويعنق ويبوس. انا نعاني منهم في خدمتي مش نورمال. اما انا الحمد لله يا ربي الناس كل اللي يراوني منو يقولوا هذه عرفتك انا ماني حد يحد روحي معناتها جبده روحي من عباد الكل، اللي راني يقول هذه متكبره وخايبه وكذا معناتها طبيعتها وكل، وبعد كي خلتني يلقاني محليني وعلى نيتي معناتها يطلع اللي يحكي عليا المنافق هذاك يطلع هو معناتها. في الميدان الفني فما برشا النفاق هذا، معناها انه يقولوا كلام على حبد، ولا تجي تحكي لك اليوم تقول لك انسانه خايبه فنانه مش باهيه، تلقاها معاه في ستوري ولا على راديو، ولا تلقاها معاه في ستوري، وتلقاه مع بعضهم ويقعدوا مع بعضهم وكل، ويحكيوا عليك بالخايب، وهما معناتها انا واحده من الناس نجبد روحي من عباد الكل، خليني حد يحد روحي، ولا هذاك احكي عليه. اي كي تعيش انت تتصدم في شخص كيف نكاش، كيفاش تتصرف فرح؟ ما عادش نحكي معاه فقط جمله، ماهوش موجود، ما نحسبوش جمله. طارق، شوف خاصة مثلا في دوميني عندي برشا منافقين، باش نحكي لك فازة. النفاق توا موجود بارتو، او ما تش قبيل عبد المنافق. انا مثلا عبد المنافق ما نعملوش بلوك، بالعكس نسيروا حتى للاخر، اما شنو ما نعطيوش جنب. انا خاطر مره، وخاصه تو مثلا انا بحكم توسكي ماركتينغ ديجيتال وكل، دونك فما بعض الممثلين ما نحبش نقول الكل شهر خاطر نخدم معاهم. إيبان كي نشوف يا صابرين كيفاش النفاق اللي بينات بعضهم مخك يقف. مره فما زوز ممثلين كنا قاعدين مع بعضنا وعندنا خدمه، واحده قامت روحت ميم با سكوندا، مشيت عطاتها الكلات، رجعت الاخرى نسيت شنو نسيت، كي رجعت قلت لها ارجع شنو قلته لها، يعني نجم تقول عليكم بين بعض. اما انا شنو نحب، انا عبد، انا مثلا كطارق نحكي على شخصيتي، انا عبد ما يعجبنيش نقول لك في وجهك، ما نجيش نحكي عليك في التريك، فهمت؟ اما ليلي النفاق موجود بارتو، اما كل واحد كيفاش يعرف كيفاش يتصرف في الدنيا هذيك. اسامه، فما موجود الناس المنافقه اللي تقول لك ابعد على عبد وبعد هي تولي اصحاب هي وياه؟ بالطبيعه موجود، ما دام النفاق هو سلوك اجتماعي مرضي. ما تنجمش تحدده، ما تنجمش تحدد شكون، اما بعامل الخبره تعرف تولي تفهم شكون المنافق من شكون العبد الصادق، خاطر الكذب والنفاق يجوا مع بعضهم في خانه، والصدق يجي في خانه واحده. انا مثلا يلوموا عليا برشا علاش ما نمشيش وما نخرجش للمناسبات والقعدات واللمات وكذا. مش معناها راني متكبر ولا مدبرم ولا ما عنديش الامكانيات، لا، اما انا ما عادش عندي طاقه للنفاق الاجتماعي والمجاملات، وانك تمشي لبلاصه تلقى فيها اللي يحبك واللي ما يحبكش، وتلقى روحك مضطر باش تجامل فلان، وتلقى فلان مضطر باش يجاملك، وهذا راهو نعيشوا فيه الناس الكل. دونك حاجه من الواقع، وهذا ممكن خيار شخصي مني انا، انه انا ما نستنزفش طاقتي في النفاق الاجتماعي هذا اللي قاعد صاير في برشا بلايص، ونحاول اني نوفر طاقتي لحاجات ما خير، لخدمتي لعائلتي المستقبلي، انه نخمم في كاريري. شنو الرياكسيون تاعك اسامه كي ترى انسان قال لك الانسان هذاك مش باهي وما تحكيش معاه وما تتعاملش معاه، ومن بعد تلقاه معاه، كيفاش تتقبل؟ شنو تقول بينك وبين روحك؟ ما نعرفش، فما طريقه نتاع استهزاء. انا بالنسبه لي العبد هذاك اول حاجه فما احتقار للشخص اللي تفيق به معناها وتكشفه على حقيقته، وقت اللي هو يطلع استعمل معك النفاق في علاقتك به ولا في علاقه المجموعه ببعضها. دونك تفيق به من بعد تلقى روحك بصراحه نقولوا احنا باللغه العاميه طاح من عينك. دونك تولي تتعامل معاه بطريقه اخرى. ما انا لا، ما عادش نتعامل معاه، نولي نتجاوزه، نولي ما عادش نراه جمله وكانه غير موجود الشخص هذاك، نولي اني نتجنب اني نتعامل معاه. وهذه طريقه نتصور نافعه باش ما تقعدش تحرق في روحك وتحرق في اعصابك، وكالمواضيع نتاع الغيره والحسد، وفلان قال عليا وفلان كذا، ونتجاوزوا المواضيع هذه. العبد هذاك نيجليجي
تجاوزوا وتعدى ما اهم. هذا بتاتر نصيحه. وعندي نصيحه اخرى زاده نجم نكمل بها، هي وصفه لتبييض الوجه. نجم جوست نقولها في الكاميرا، جوست بطل الكذب والنفاق ربي ينور لك وجهك تو سامبلومون. باهي على استاذ هذا. منى، قابلت عشرة ناس منافقين نصحوك ومن بعد لقيتهم مع العباد اللي قالوا لك ما تقابلهمش وما تكونش معاهم على علاقه؟ انا تصدمت في برشا عباد. من ناحيه؟ من ناحيه النفاق؟ من ناحيه النفاق، معناها نحط زوز من الناس مع بعضهم، هذا ما يحمل هذا وهذا ما يحمل هذا. اوكي، وانا تلقاني في الوسط نطيح، لا والله يا باهي، لا والله يا باهي، تلقاهم ما يحبوش بعضهم، من بعد تلقاهم مع بعضهم. فهمت؟ تصدمت مره واثنين وثلاثه، بعد لا، بعد ما عادش تصدمت، بالعكس بعد بالنسبه لي انا ديما قاعدين يتنحاو، انا اللي كنت غالطه، ما عرفتهمش على حقيقتهم. فهمت؟ دونك دوكو تو وليت المنافق نشمو، سي مالادي فون بلوس راه معناها مرض هذاك، وقله شخصيه اون سوا ميم، قله ثقه اون سوا ميم. اذا كان انسان ما عندوش ثقه في روحه نورمال باش ينافقك. وانت كيفاش تتصرف توا وليت؟ ما عادش تحب تعرف الناس ببعضها ولا تقابل انسان مثلا؟ هذه نمرة واحد. اي. والثانيه نتصورك ان انت ما عادش تصدق الكلام اللي يتقال لك على حد اخر. والثانيه اكزاكتومون، وليت فريمون صدقني نفهموا وليت نفهم اجي فيت، راسي ما عادش نكسره، معناتها عندي ما اهم وعندي ما فهمت. اسامه، والله بعيد كل البعد على اللي تحكي فيه. شوف، اول حاجه انا بيرسونيلمون والله مش شعبويه ولا حاجه، ما انا ضد الملائكيه. معناتها راهو الانسان فيه نسبه صغيره من الشر اللي هو متقسم على برشا صفات. والله بالنسبه لي انا الكلام هذا اللي ممكن حتى اصحابي اللي يعرفوني بالباهي ولا عائلتي يعرفون، راهو عندنا شويه من الانانيه وشويه من الحسد وشويه من النفاق وشويه من كذا وشويه عندنا من اي انسان. بالنسبه لي انا هذا اللي نشوفه. الواحد يحاول يكونترولي روحه في الاخر، معناتها هذا هو. شوف، انا نصيحه بالنسبه لي انا سهله برشا، اللي قاعد ماشي بيه في حياتي قلل ودلل. معناتها 4 أصحاب اللي بالحق تعطي فيهم الثقه، اللي بالحق تكون معاهم على طبيعتك. وما نعرفش، قالت منى ساعه قالت ما نعرفش الناس على بعضها، وانا صدقني بالعكس، صدقني يودي نعرفكم على بعضكم وتقعدوا وربي يونسكم ببعضكم. بالعكس ما عندي حتى مشكله. واذا كان اليوم انت صاحبي اليوم بدلتني ومشيت شفت غيري ولا والله بالعكس معناتها نفرح اللي ربي معناتها ربي رتحني منك. خلينا نقولوا الحقيقه المنافقين ما اكثرهم، كثروا المنافقين في الوقت هذايا، كثروا المنافقين. وانا نسال ديما سؤال، علاش النفاق؟ علاش انك انت انسان ما تحبوش تقول له راني نحبك؟ وعلاش انسان مثلا سمعته تشوه له في سمعته وتجي تحكي عليه العباد خايب ما تقربوش ومن بعد انت تحاول تتقرب له وتكون صحابه معاه؟ يعني خلينا معناها في الدنيا هذه فما عباد نحبوهم وعباد ما نحبوهمش. دوك النفاق ولا طغى برشا في وقتنا هذايا، وبرشا الناس ولات تعيش بالنفاق، تمسكي ومظاهر زاده والمصالح ولات نعيشوا بالمصالح. يعني هي تنافقك، علاش انت صحاب انت وذيك تقول لك على خاطر المصالح. دونك هذا النفاق اجتماعي قاعد مشي ويكثر في وقتنا هذايا، لين ما عادش المشكله فين؟ ما عادش تعرف شكون صاحبك. علاش هذوك اصحاب على المصلحه؟ ترى ستوريات تقول يحبوا بعضهم، نقابلها في الدنيا نقول لها صاحبتك تقول لي فيها كلام، كيفاش انا في ستوريات ريتك شويه علاقه كيكم بعد في الدنيا تحكي عليك تي لي هذيك ستوريات، هذيك خدمه، هذيك فقط خاطر نطلعوا في انستغرام بعضنا. معناها هوني ولات فما مشكله لدرجه انا صدقني نقولها كي نتفرج في ستوريات عباد ما عادش نصدق، تقول لك صاحبتي واختي وبعضنا في الاخر بالكل نقابلها في الدنيا ونسالها عليها ماهيش صاحبتي عادي دي زامي. هذا النفاق. اما يقعدوا صدقني يقعدوا ليميتيرا. شوف هما تبع شعب من مستوى معين، معناها فما فئه بالعكس تلقاو كوريك توجعت ويجي يقول لك راك وجعتني، عملت حاجه يجي يقول لك. فهمت؟ مستويات، حتى الثقافه عندها دورها، الفريكونتاسيون عندها دورها، والفيكو عنده دوره، والانتوراج عنده دوره. فهمت؟ ولكن اغلبيه الناس تعيش بالنفاق من اجل المصالح. تلقاهم هاني قلت لك انا، تلقاهم اصحابه مع بعضهم كي تجي تسالها في الحياه الطبيعيه تقول لك لا ماهيش صاحبتي، احنا مجرد هكاكا دي زامي. فلذلك هذا النفاق كي هي جرد اون امي قل لها اون امي، مش في ستوريات اون امي واختي وصاحبتي وداخلين خارجين وفي الدنيا عادي علاقتنا سطحيه وما فماش ما تعرفش اسراري ما تعرفش هذاك الديكور اللي تبع ستوري. ليه والعباد تعرف راهو صابرين والنفاق اللي ولا العباد شو احنا كلنا نعرفوا طبيعه بعضنا راهو معناتها زايد المنافق هذاك يقعد منافق والعبد الباهي يقعد باهي وكاو. هذاك علاش واحد يعرف يختار اصحابه اللي يحبوه بصدق،
اللي مش بيمشيو في ظهرهم سيرتو هذا اخيب حاجه انا ما نسامحش فيها صديقه الحقيقه. حتى انا ما نسامحش فوالا والله نكون لا سامح. معاك باهيه وفي بالي بيك اختي فانا ندور انت تقولوا صابرين وكل هذايا امباردونابل لا ما نسامحش فيه يا تحبني يا صاحبتي انتيم يا صاحبه عاديه كل لانه غير ما نغفرش الغلطه هذيا.